خطبته بعرفة تعتبر من أندر الخطب وآخر خطبه صلى الله عليه وسلم. وقف بعرفة خطيبا جمع في خطبته كليات الدين وقواعد الملة. أول شيء قاله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا بموقفكم بهذا الموقف أبدا. أول حاجة قال له كده، قال له أسمعوني. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. يوم عرفة ما محرم؟ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ودي كلية عظيمة من كليات الدين. الدماء محرمة والأموال مصانة والأعراض محفوظة. هذه هي شريعة الإسلام. ما أستغربه وقد ذكرت هذا للناس مرارا: مسلم يقتل مسلم ويتوضأ ويصلي كأنه ما فعل شيء. عادي عادي عند المسلمين الآن. يقتل أخوه ويغسل يده، والله ممكن ما يغسل يده، يكون متوضي يقتله وضوء يصلي. أي إسلام هذا؟ إن دماءكم، الدماء ينبغي أن تكون لها حرمة. قتل في أتفه الأسباب، داير ذهب يقتل أخوه صاحبه عشان يشيل حبة ذهب، يقتله ويقطعه. إن دماءكم وأموالكم، أكل أموال الناس ميسور، وأي زول ممكن يأكل حق المسلم. ولذلك كانت هذه الخطبة في غاية البلاغة والفصاحة والإيجاز والعمق، عميقة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ثم قال: كل أمر من أمر الجاهلية. انتهى من الجاهلية من أولها إلى آخرها في كلمات معدودة وعبارات موجزة وفصاحة وبلاغة فذة. قال: وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد قتلته هذيل. ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ودع عمرو صلى الله عليه وسلم، قتلته قبيلة هذيل. التارات بدأت تشتغل، وقف حاجة اسمها تارات، ما في حاجة اسمها تارات. يقول لك ده الحاصل في دارفور، قتلوا مننا زول، يمشي يخشوا القرية يقتلوا الناس. يا زول انت ما في حاكم، ما في قانون، نحن في غابة، هل مسموح لأي زول يأخذ حقه بيده؟ وشوف هو قدوة، ما قال للناس الجاهلية منتهية، بداها من رقبته وفي أهله، قال له ما في تاني. وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا عمنا عباس بن عبد المطلب. مش أهله يأكلوا الربا ويقول لهم ما تأكلوا الربا. الداعية الناجح والمصلح الفذ الذي يؤثر ويستمع إليه هو الذي يقيم الدين في نفسه ثم يدعو إليه الناس. وإن لم يرى الناس منك صدقا وتمسكا لما احترموا مبادئك التي تدعو لها، ولما احترموا دعوتك التي تنادي إليها. يا سلام. وعرج بعد ذلك إلى الأسرة، عرج إلى الأسرة وإلى المرأة وإلى تكريمها. في بعض المناطق للأسف الشديد لحد يوم الليلة لا يورثون المرأة، ما بورثوا المرأة. والنسوان في المناطق دي عفيفات، ما في وحدة بالطالب تقول لك أشكو أخوي، ما أخوانا بيأكلوها، يقول لك أشكو أخوي. واحد تلقى
يبقى قاعد في بيت الورثة، وبالتقادم يبقى هو قاعد والبقية ما قاعدين، وبيستحوا يسألوا، هو يستغل المسألة دي. شوفوا الحقوق صعبة في الإسلام. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. في ناس قالوا لكن مرات بنشيل لنا حاجات بسيطة بسيطة، وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. شفت مسواق بتاع أراك بيساوي كم؟ لو شلته من زول هو ما راضي ولا بدس، الله يجيبك يوم القيامة كان بيجيك مصلي ذاته يدخلك بين راسك يوقعك جوا النار. ما عندك عند الله قيمة، ما عندك عند الله عهد. الحقوق مهمة. من اقتطع حق امرئ مسلم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة ب7 أراضين. تشيل لك شبر بتاع ذول. طبعا في الزراعة الناس يقول لك يا ولد ودي الوتد ده لغادي يدق يخش في حق الناس. انت قايل ما في قيامة؟ وبعدين اكلمك انت حريت ما بيورثوا النسوان ليه؟ هم عندهم فلسفة، اخوتهم بترث معهم، العربات بيقسموها، البيوت في الحلة بيقسموها، المال بدوها. يقول لك في الزراعة ما بدوها. اوريك ليه؟ يقول لك بعدين اجي راجله يتبختر لنا في واطات ابوي ويقول لك انا داير الجدول واقسمه لي. هي ذاتها بتشاركون تقولون اي انا ما دايره. شوف المسألة دي. لكن اعطى المرأة حقوقها. قال الا للتنبيه، اتكلم عن الدماء والاعراض، وعرج عن الجاهلية بكل آثارها، ومع ذلك عرج للأسرة وأسس المجتمع في كلمات موجزة. والبلاغة يجوا العلماء والشراح والخطباء والبلغاء يعملوا 10 خطب في كلمة واحدة بس قالها صلى الله عليه وسلم. خطبة حجة الوداع دي عجيبة. يا سلام. ألا أداة تنبيه استوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله، لكم عليهن حقك على المرأة ألا يوطئن الموطئ المقعد فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم حقها عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن فعلن ذلك دخلوا في البيت مش خيانة، لكن في ناس انت ما بترتاح لهم وقامت المرأة دخلتهم من نسوان أقاربة. قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، والغرض التعبير عن الرفض وعن عدم الرضا. يا سلام. خطبة عجيبة. ثم ركز بعد ذلك على مرجعية الأمة وعلى الأصول في الأمة. قال تركت فيكم ما إن لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم به كتاب الله. يا سلام. القرآن موجود، مسكنا في القرآن. بعدك امشوا الناس يبحثوا. القرآن ما فوق طرق، القرآن ما فوق أحزاب وجماعات، القرآن طريق واحد، القرآن منهج واحد، توحيد وعقيدة وعبادات وقيم وأخلاق في السلم والحرب، كتاب الله. ثم قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي. والله دي خطبة، والله خطبة عظيمة. والله أنا أشكر بعد شكر الله تعالى الشاب ده اللي قال لي يا أخي نكتبه ونوزع على الناس. خطبة رسول في حجة الوداع أجمع خطبة وآخر الخطب في حياته بعد ما خطب كثير ذاته، ودي خطبة مشهودة. قال لي حقه نديها الناس كان تنفع المسلمين. بعد ذلك قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي.
ولا أمة بعدكم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. أدوا الزكاة وبارتياح وتحجون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم. يا سلام، الرسول الله عارف إن السلطة دي حتعمل للناس جن، والبلد كلها بتجود بالسلطة، وأي زول داير السلطة قال لك ما تكتر الحاكم البجي ده طالما مسلم حتى لو بقى جائر تصبروا على جوره مع التقويم والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. خطبة، لكن خطبة نبوة. طبعا هذه الخطبة جمعناها من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن سنن أبي داود، لأن كل إمام وكل راو جمع جزء منها، فجمعنا هذه الروايات في هذه الوريقة. قال آخر الخطبة: أنتم تسألون عني يوم القيامة فماذا قائلون؟ قالوا بلغت ونصحت وأديت. فرفع أصبعه السبابة إلى السماء ينكتها على الناس، يرجع من السماء يرجع الناس: اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد 3 مرات. وكان الذي يصرخ بالخطبة الناس كتار 124,000، الناس دي كلها واقفة ورسول الله بيخطب. اللي كان بيردد الكلام يوصل لنا الناس ربيعة ابن أمية ابن خلف رضي الله عنه. بعد ذاك نزل من الخطبة، قبل أن يصلي نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في اللحظات دي نزلت. بعد ذاك أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر قصرا وجمع العصر معه جمع تقديم قصرا، ثم ركب القصواء وانطلق إلى الصخرات